السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. عام سعيد علينا جميعا يا رب. واللي كان بيتمنى حاجة في العام اللي مضى يتحقق إن شاء الله في العام الجديد، ويكون عام كله خير وصحة وسلام للجميع. النهاردة هنعمل مع بعض حلوى الهاريبو الوهمي. هي حلوى جيلي بس بدون استخدام جيلي. مكوناتها سهلة جدا وطريقتها سهلة جدا، وتقدري تعملي حاجة حلوة تفرحي بيها أولادك. معانا هنا 3 معالق جيلاتين بودرة، وعليهم نص كوباية من المية الدافية. وهندوب الجيلاتين في المية ونتأكد ان الجيلاتين اختلط بالمية كويس، وهنركنهم على جنب ونكمل الوصفة بتاعتنا لغاية ما الجيلاتين يشرب المية. هنجيب حلة وهنحط فيها 3 كوبايات سكر. الكوباية اللي هتستخدميها في أول معيار تكملي بيها الوصفة للنهاية. لكل كوباية سكر نص كوباية مية، يعني هنحط كوباية ونص مية. ونحاول نقلب السكر مع المية بالراحة علشان السكر ما يجيش على جناب الحلة ويتحرق لما نحط الحلة على النار. هو السكر مش هيدوب معانا كله، بس لما يتحط على النار هيدوب. هنرفع الحلة على النار ونخليها 10 دقايق على درجة حرارة متوسطة أو على نار متوسطة، ونتابعها أثناء وجود الحلة على النار، ونقلبها بالراحة وهي على النار. بصوا السكر بدأ يدوب إلى حد ما في المية. هنسيبه لغاية ما يغلي بالشكل ده. اول ما يبدأ بالغليان نظبط 10 دقايق بالظبط. بعد الغليان نسيبه يغلي على النار 10 دقايق على نار متوسطة. بعدين هنرفعه من على النار ونضيف عليه الجيلاتين اللي احنا كنا دوبناه في مية في اول الفيديو، ونقلب الجيلاتين على حرارة المية. هيدوب معانا ما تقلقوش. بعدين قسمتهم في 4 كوبايات، وعملت كل كوباية بلون، حطيت عليهم ألوان طعام صحية. وبعد كده جبت القوالب بتاعتي ودهنتها زيت وصبيت الجيلي في القوالب. طيب لو انتي ما عندكيش قوالب زي كده ممكن تحطيها في مكعبات التلج، بس تدهني مكعبات التلج دهنة زيت، او تحطي لها ورقة زبدة او كيس تلاجة. انا هنا برضو القوالب بتاعتي دهناها دهنة زيت خفيفة، علشان وانا بخرجها بعد ما تجمد في التلاجة تطلع معايا من غير الشكل ما يبقى متقطع وبايظ. هاخد القوالب بتاعتي وهحطها في التلاجة واسيبها لغاية ما تجمد، ونشوفها مع بعض هنعمل فيها ايه. معايا هنا سكر عادي، وطلعت القوالب بتاعتي من التلاجة بعد ما مسكت. بتاخد قد ايه في التلاجة دي حسب البرودة عندك في التلاجة بتاعتك، فما فيش تلاجة زي التانية، فانتي تفضلي تتابعيها وهي في التلاجة وتشوفي اول ما تجمد وتبقى بتخرج معاكي بسلاسة وسهولة من القوالب طلعيها على طول. هنبدأ كده نطلع الاشكال بتاعتنا ونحطها في السكر. ممكن ما تحطيهاش في السكر وتعملي سكر بودرة على نشا وتحطيه فيها، وممكن تخليها كده من غير سكر خشن او سكر بودرة لو اولادك هيحبوا ياكلوها كده. انما لو عاملة كمية وهتحطيها على بعضها يبقى يفضل ان انت تحطي لها سكر بودرة على نشا وتغطي بيها القطعة كلها، علشان لما تحطيهم على بعض ما يلزقوش في بعض. بصوا الشكل طلع معايا مظبوط، وفي حاجات انا عملتها بالسكر وفي حاجات انا سبتها من غير ما احط عليها سكر. ده كده شكل بيضة.
كمان دخلت الوان في بعضها، يعني مش شرط ان انتي لازم تعملي القالب بلون واحد، ممكن تحطي من كل الالوان مع بعضها. ودي كانت وصفة النهاردة، حلوى سريعة تقدروا تعملوها لأولادكم، مش مكلفة ومش بتاخد وقت ولا مجهود، وبتتعمل وتفرح أولادكم. ولو عجبكم فيديو النهاردة انزلي تحت الفيديو ودوسي لايك، ودوسي على زر اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.